ايه هو الروماتويد؟ الروماتويد مرض مناعي نتيجة خلل في الجهاز المناعي، بيصيب الجهاز المناعي، بيؤدي لتورم وبيؤدي لآلام وبيؤدي لفقد الوظيفة بتاعة المفصل. منطقة سفاجة من المناطق المهمة جدا لعلاج النوعية دي من الأمراض من زمان في الحقيقة، مش من دلوقتي. العلاج البيئي مفهوم بسيط جدا، هو ببساطة استخدام عناصر البيئة مع الموقع الجغرافي لعلاج بعض الأمراض. احنا بنستخدم الرملة السوداء لعلاج مرضى الروماتويد المفصلي النشط. الرملة السوداء احنا بنجيبها من قاع البحر الأحمر، بيتم إعدادها بطريقة معينة وبكيفية معينة. النجاح أو الاستجابة للرملة السوداء تقريبا 80% يا جماعة. 80% دي نسبة في الطب معجزة في الحقيقة. ايه هو الروماتويد؟ الروماتويد مرض مناعي نتيجة خلل في الجهاز المناعي، بيصيب الجهاز المناعي، بيؤدي لتورم وبيؤدي لآلام وبيؤدي لفقد الوظيفة بتاعة المفصل. التأثيرات بتاعته مش بس كده، ولكن تأثيرات نفسية عنيفة جدا، واحنا بنراعي ده. منطقة سفاجة من المناطق المهمة جدا لعلاج النوعية دي من الأمراض من زمان في الحقيقة، مش من دلوقتي. سفاجة على بعد تقريبا 55 كيلو من الغردقة، الشرق بتاعها الغرب بتاعها أنا آسف مدينة الأقصر على بعد 240 كيلو متر من الغردقة، من الأقصر. إيه العناصر الطبيعية اللي بما إننا بنتكلم على مفهوم العلاج البيئي؟ العلاج البيئي مفهوم بسيط جدا، هو ببساطة استخدام عناصر البيئة مع الموقع الجغرافي لعلاج بعض الأماكن، لعلاج بعض الأمراض. مش احنا لوحدنا اللي شغالين في الموضوع ده، في أماكن كثيرة جدا، في شرق أوروبا، في شرق آسيا، في أمريكا اللاتينية، الجزء الجنوبي من البحر المتوسط كمان شغال في الموضوع ده. احنا دلوقتي في منطقة الرملة السوداء أو الجراي ساندز أو البلاك ساندز. دي احنا بنستخدم الرملة السوداء لعلاج مرضى الروماتويد المفصلي النشط. الرملة السوداء احنا بنجيبها من قاع البحر الأحمر، بيتم إعدادها بطريقة معينة وبكيفية معينة. المدة اللي بيقعدها المريض هنا تقريبا 15 يوم، بياخد خلال ال 15 يوم دول جلستين. طبعا هو ده مش توقيت الجلسات، الجلسات بتكون الساعة 9 الصبح والساعة 4 العصر في وقت الصيف. احنا لسه ما ابتديناش العلاج برضو، احنا بنستنى لغايه درجه حراره الرمله تقريبا لما بتوصل ل 35 درجه مئويه فما فوق، ودرجه حراره الجو تقريبا بتبقى 30 درجه مئويه. المريض بيستلقي زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيتم تغطيه المريض ما عدا منطقه الصدر والبطن والراس بطبقه سمكها 5 سم تقريبا. ده بشكل عملي بنغطي المريض بالكيفيه دي. الجلسه توقيت الجلسه نفسه او مع المده اللي بتستغرقها الجلسه بيتراوح ما بين تلت ساعه ل 40 دقيقه. واثناء الجلسات احنا بنراعي ان المريض يتناول كميات كبيره جدا من السوائل ما تقلش عن 4 لتر على مدار اليوم كله، وخلال الجلسه ما يقلش عن لتر ونص لتعويض الفاقد من العرق والسوائل اللي بيفقدها المريض. اثناء الجلسات بيتم متابعه الوظائف الحيويه للمريض، انا بكون موجود مع المريض بتابع الوظائف الحيويه بتاعته، زي النبض بتاعه، زي سماع شكوى المريض، هل هو بيشتكي من مشكله، في بلاك اوت حصل، في اي حاجه حصلت، عشان نستدرك اي مشكله ممكن تحصل على طول بشكل سريع. بعد ما المريض بياخد الجلسه بتاعته، هو المفروض بيقعد من 20 ل 40 دقيقه، بعد كده بنقعده بالراحه وبيقعد على الكرسي ده هو بيستريح عليه، وبعد كده بينزل البحر. طبعا في ارشادات عامه احنا بنديها للمرضى اثناء فتره العلاج، منها عدم التعرض للهواء، تيارات الهواء المباشره، غلق المكيفات بالغرف، السباحه في البحر او العوم في البحر من ضمن الحاجات اللي احنا بنوصي بيها، التمشيه خلال فتره الصباح الباكر وخلال فتره اخر النهار برضو من الحاجات اللي احنا بنوصي بيها. المرضى اللي بيجوا احنا احنا بيتم تحضير المريض قبل ما بيجي، بمعنى ان احنا بناخد صوره كامله عن المريض، الحاله الصحيه بتاعته، بيكون في كونتاكت بينه وبين المريض قبل ما بيوصل، بنعمل له فحوصات روتينيه وفحوصات خاصه بالروماتويد. طبعا لو احنا مع الروماتويد مدخلين كمان الفايبروميالجيا، مدخلينها في العلاج، ودي حاجه جديده احنا كنا بنشخصها من خلال خلال ال10 سنين اللي فاتت على انها اكتئاب، بس ده غير صحيح.
الرمله السوداء والسؤال اللي بيطرحه الرمله السوداء، هل الرمله السوداء عباره عن علاج طبيعي؟ لا، دي نقطه مهمه جدا جدا، لان العلاج الطبيعي هو علاج الهدف منه تحسين وظيفه العضو، ولكن الرمله السوداء من خلال الفحوصات اللي احنا بنعملها للمريض قبل وبعد بيكون فعلا تاثير على البيولوجي بتاع العيان. يعني احنا بنطلب تحاليل روتينيه زي تحاليل صوره الدم الكامله وتحليل البول وتحليل البراز ووظائف الكبد ووظائف الكلى، ده للاطمئنان ان احنا نكون مطمنين تماما ان المريض اللي بينزل فت او لائق او مناسب لتلقي النوع ده من العلاج، لان احنا يهمنا في تقديم طريقه علاج ان احنا ما نسببش ضرر. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، التحاليل الثانيه سبيسيفيك فور ذا روماتويد ارثرايتس، يعني احنا بنطلبها تحاليل خاصه بالروماتويد المفصلي النشط. التحاليل دي بتبقى سرعه ترسيب ومعامل روماتويد وانتي سي سي بي. احنا بنلاحظ وجود فرق في التحاليل ما بين قبل وبعد، يعني احنا بنعمل للمريض تحاليل وبنقارنها فيما قبل العلاج وفيما بعد فتره العلاج. طيب ايه اهميه النوعيه دي من العلاج؟ النوعيه دي من العلاج مش في مصر بس ولكن في العالم كله ابتدى اتجاه الطب الحديث للطرق الطبيعيه للعلاج، لان المرضى اللي بياخدوا الادويه التقليديه بياخدوها على مدى الحياه، ودي بيكون ليها تاثيرات سلبيه جدا على وظائف الجسم، ده من الناحيه العضويه، وكمان من الناحيه النفسيه بتسبب مشاكل نفسيه كتيره جدا. فالنوعيه دي من العلاج مناسبه جدا، واحنا متميزين فيها هنا هون في منطقه سفاجة وفي مينافيل. طب وليه مينافيل؟ مينافيل لان احنا عندنا في الحقيقه خبره متراكمه تقريبا مدتها 30 سنه من ايام المركز القومي للبحوث لما عمل الابحاث بتاعته في سنه 93، والبروتوكول اللي عمله المركز القومي للبحوث احنا ماشيين عليه لغايه دلوقتي، اي ان الموضوع موصل تفصيل علمي scientific basis based on scientific researchers. فعشان كده احنا مهتمين جدا بالعلاج بالرمله السوداء والعلاج البيئي. طبعا مش كل المرضى مناسبين للنجاح او الاستجابه للرمله السوداء، تقريبا 80% يا جماعه، 80% دي نسبه في الطب معجزه في الحقيقه. طيب السؤال الاهم، بما اننا بنتكلم على امراض مزمنه، مدى استمراريه التحسن اللي احنا بنقيسه بالفحص الاكلينيكي وبنقيسه بالفحوصات المعمليه، مدى استمراريه التحسن ده هو المركز القومي للبحوث لما عمل الدراسات بتاعته بالعينه اللي عمل بيها الدراسات دهيا كانت نسبه التحسن تقريبا 45% من ال 80% بيستمر معاهم التحسن لمده سنه. فعشان كده احنا بنوصي المرضى ان هم ييجوا ياخدوا 15 يوم بشكل دوري، مش مره واحده بس، بشكل دوري مع متابعه كل واحد بيبقى ليه الطبيب الخاص بيه بيتابعه، بيعرض عليه، بيقول له والله انا رحت وعملت البروسيدر ده هو في سفاجه وجاب النتيجه دهيا على الفحوصات المعمليه بتاعتي. طبعا بيتم بعد كده التحكم في جرعات الدواء، التحكم في نوعيه الدواء، كل ده هو دي بتبقى مكاسب للمريض اللي بيعاني من الامراض دهيا طول حياته.